الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتابه المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. قال رحمه الله تعالى: قال بكر بن العلاء يريد إن شاء الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط له خطا وذكر الحديث، فهذا التفسير يدل على شمول الآية لجميع طرق البدع، لا تختص ببدعة دون أخرى. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا عند أثر الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي ذكره عنه عبد الرحمن بن مهدي. قال: سئل مالك بن أنس عن السنة، قال: هي ما لا اسم له غير السنة، وتلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني طريق الله عز وجل هو طريق واحد، والسبل هي البدع والأهواء، وهي طرق متعددة ومختلفة، وهي طرق ملتوية، وحبل الباطل قصير. وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حينما خط خطا مستقيما طويلا، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا قصيرة، وقال: هذا صراط الله، وتلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالحق طريقه طويل، إذ أنه فيه القيام بأداء العبادة لله عز وجل على الوجه الذي أمر به سبحانه وتعالى، وعلى ما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن يأتي العبد اليقين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلذلك خط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخط وجعله خطا طويلا مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله. فهذا يدل على أن هذه الطرق قد تكون قريبة من طريق أهل الحق، وما من صاحب بدعة ولا صاحب شبهة إلا ويورد لأصله، لذلك الأصل، ما يتشبث به مما يعتقده أنه دليل لإقامة بدعته. وقد ذم الله تبارك وتعالى أهل الكتاب بلبسهم الحق بالباطل: ولا تلبسوا الحق بالباطل. فأهل البدع يخلطون، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة قال: تعرف منهم وتنكر. قال: تعرف منهم وتنكر. فهذه من أظهر علاماتهم أنهم يخلطون، يلبسون الحق بالباطل ويخلطون على الناس. وهذه الطرق جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قريبة، وهي خطوط قصيرة، فكما قيل: إن الباطل حبله قصير وعاقبته التتبير. وهي طرق ملتوية لكنها مخالفة لطريق الحق. وأفرد النبي صلى الله عليه وسلم طريق الحق وجعله صراطا واحدا، وتعددت الطرق المخالفة للصراط المستقيم والطريق القويم، فهي طرق متعددة كما جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ فاهتم الصحابة رضي الله عنهم أول اهتمامهم لطريق الفرقة الناجية وسبيل الفرقة التي نجت من الضلال والبدع. قال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية من بين هذه الفرق الموعودة بالنار والفرق الهالكة عياذا بالله، التي خالفت سبيل الله عز وجل وخالفت صراطه المستقيم والطريق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المخالفة قد تكون مخالفة كلية وقد تكون مخالفة جزئية، والحكم على أصحابه يختلف بحسب ما قام عندهم من البدع والمحدثات. ومرجع ذلك إلى علماء الأمة الذين يميزون هذه المقالات ويحكمون على هذه المقالات.
وعوام المسلمين هم تبع لهم، كذلك طلاب العلم في الحكم على المقالات وعلى الأشخاص وعلى الجماعات هم تبع لعلمائهم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن الحسن قال: خرج علينا عثمان رضي الله عنه يوما يخطب، فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر أديم السماء. قال: وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: هذا صوت أم المؤمنين. قال: فسمعتها وهي تقول: قد برئ رسول الله ممن فرق دينه واحتزب. وتلت: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال القاضي إسماعيل رحمه الله: أحسبه يعني بقوله أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة رضي الله عنها، وأن ذلك قد ذكر في بعض الحديث، وقد كانت عائشة حاجة في ذلك الوقت. قال القاضي رحمه الله: ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية، لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا. وهذا من لوازم البدعة، فمن لوازم البدعة التفرق والخصومات والاختلاف في الدين، ومن لوازم السنة الاجتماع والجماعة، فالسنة دائما مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بالتحزب والاختلاف والتفرق. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وتلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه قال: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. فمن جعل دينه عرضة للخصومات يريد أن يخاصم هؤلاء ويجادل هؤلاء ويناقش هؤلاء ويكتب يرد على هؤلاء، وهكذا هو ديدنه وهجراه، فإنه يكثر التنقل بين الفرق والأحزاب، ولا يستقر رأيه على شيء. فالدين مبناه على الاتباع والاعتصام بحبل الله والاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وترك الخصومات في الدين، وترك أهل الباطل والبعد عن طريقهم وعن نهجهم. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. أما المجادلة فإنما تكون في وقتها وبحسب الحاجة إليها، في وقتها وبحسب الحاجة إليها. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وخرج ابن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، وستجدون متى يفتقر إلى ما عنده، متى يفتقر إلى ما عنده. نعم. ابن مسعود رضي الله عنه والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بعهد ابن أم عبد ورضيت لكم ما رضيه لكم ابن أم عبد، رضي الله عنه وأرضاه. كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم سمتا وهديا، وأخذ عنه ذلك أتباعه من سمته الذي كان عليه، فكانوا يتأسون به لأنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فخرج وقال لأصحابه: عليكم بالعلم، حضهم على العلم وحثهم على تعلم العلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده. ما يدري، قد يحتاج الناس إلى ما عنده، لكنه قبل ذلك لا بد أن يتعلم. فإذا تعلم علما مؤصلا وأخذه على أهله وأخذه بأصوله، فإن صدق الله عز وجل في هذا الطريق فالناس يقبلون عليه وعلى ما عنده من العلم. نعم. ثم قال: وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. نعم. ستجدون أناس أو أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله، وهذا ما نسمعه في هذه الأزمنة ممن يسمون أنفسهم بالقرآنيين. قال: وقد نبذوه وراء ظهورهم. وصدق رضي الله عنهم. أولئك الذين يدعون إلى كتاب الله ويقولون: حسبنا ما وجدنا في كتاب الله. جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويوشك الرجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. النبي صلى الله عليه وسلم
نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام بالقرآن، ونزل عليه أيضا بالسنة، وكان ينزل عليه بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل. قد قال الله تبارك وتعالى فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والإسلام اسم لمجموع الكتاب والسنة، فالفصل بينهما إيمان ببعض والكفر ببعض، ولا يجدي عند أصحابها ذلك شيئا، بل ترك بعض كفر بالكل. يعني إذا نبذ السنة كليا خلف ظهره ورفض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد رفض كتاب الله وقد رفض دين الله عز وجل، ولا يريد من ذلك شيئا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. يعني أنكم إذا خرجتم عن سبيل العلم وعن سبيل الاتباع للآثار والاقتفاء لآثار الماضين، فإنكم ستقعون في ذلك، أو تتقعون في مخالفة ذلك، في البدع والتنطع والتعمق في الدين. وعليكم بالعتيق، عليكم بالعتيق القديم الذي كان عليه سلفكم الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه لن يأتي الآخر بأفضل مما جاء به الأول. وقد قال مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فصلاح هذه الأمة في أولها بالاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها. فعافية هذه الأمة في أولها، في الصدر الأول الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والذي قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والذي قال فيه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. وغيرها من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم التي تدل على وجوب اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسير بعد ذلك على نهج وعلى طريقة سلف هذه الأمة. ثم قال رحمه الله: والمراد بالعتيق العلم الأول الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا هو أساس العلم وأسه وأصله، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذلك من اعتنى بنصوص الوحيين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتنى بعد ذلك بالآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يكون بذلك قد أسس لتأصيل علمي متين. وعلى هذا درج الأئمة رحمهم الله تعالى، والناظر في أقوالهم التي نقلت عنهم في الكتب التي صنفوها، بدءا من إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وما كتبه، فقد كان يورد في الباب الآية، ثم يورد بعد ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يثلث بعد ذلك في الآثار. وعلى هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه يذكر الآية ثم يذكر الحديث ويذكر الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا صار الإمام أحمد وصار غيرهم من الأئمة على هذا الطريق، الأخذ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر في الآثار المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإنه كما ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في فضل علم السلف عن علم الخلف، أنه كلما ابتعدت من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقل العلم وكثر الكلام، وكلما اقتربت من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقل الكلام وكثر العلم. يقل الكلام ويكثر العلم. ومن تأمل في ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن ألزم الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم هم من أقل الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فعمر رضي الله عنه ما رواه ابنه أكثر مما رواه أبوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن عمر لزم النبي صلى الله عليه وسلم في المشاهد كلها،
وكان لا يفارق لا سفرا ولا حضرا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، كنت أنا وأبو بكر وعمر، يذكر أبا بكر ويذكر عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. لكن السلف رحمهم الله تعالى وكذلك التابعون الذين جاءوا من بعد الصحابة أخذوا العلم عن كبار الصحابة من جهة العمل أولا، أخذوا عنهم من جهة العمل أولا، فنقلوا العلم الذي ورثوه من النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرون ذلك عيانا ويشاهدون ذلك التطبيق العملي لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أعظم بركة في نقل العلم، أن يعمل بالعلم، أن يعمل بالسنة، فالسنة تنتشر في الناس بالعمل بها أولا والدعوة إليها والصبر عليها ومباينة من خالفها، فبهذا تنتشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال رحمه الله: وعنه أيضا: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، أو اقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وهذا إنما يحمل عن الرجل يكون من أهل البدع والأهواء، ثم بعد ذلك يمن الله عز وجل عليه بالانتقال إلى السنة، فإذا رأينا منه تقصيرا وهو في السنة فيقال اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة. وترى أن بعض أهل البدع والأهواء الشيطان لا يلبس عليهم من باب الاجتهاد مما يسمونه في الدعوة وفي الخرجات وفي الخروج ما يسمونه بالخروج في سبيل الله. فكما قال أحد علماء السلف رحمهم الله تعالى: إلى الله نشكو ضعف الثقة وجلد الفاجر، فتجد عنده جلد في الدعوة إلى بدعته، فإذا كان مقصرا وهو في السنة فهو خير له من أن يكون مجتهدا في البدعة. وقد روي عنه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه أنه قال: لأن تكون ذنبا في الحق خير من أن تكون رأسا في الباطل. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا. استقيموا على الطريق الذي قرأتم في كتاب الله، فإنه خاطب القراء وهم حملة القرآن. استقيموا على أمر الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فقد سبقتم سبقا بعيدا. فمن سبقكم ممن نقلت عنهم السنة قد استقاموا على ذلك الطريق، وإياكم والعدول عن طريقهم، وإياكم والخروج عن طريقهم، وإنما سبيل ما أنتم عليه من حفظ كتاب الله عليكم أن تستقيموا على الأمر الأول، أن ترجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تؤمروا الكتاب والسنة على أنفسكم قولا وفعلا. فإن من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا أنطقه الله عز وجل بالحكمة. استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. يعني إن حدتم عن الطريق المستقيم وأخذتم ذات اليمين وذات الشمال إلى بنيات الطريق وإلى الأهواء والبدع والمحدثات فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وكلما ازداد العبد خروجا عن الطريق المستقيم وابتعادا إنما يزيد في الضلالة عياذا بالله، يزيد في الضلالة ويزيد في الانتكاس ويزيد في الرجوع القهقرة، بل عياذا بالله قد يصل إلى مرتبة تحتجز التوبة عنه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، فتحتجز التوبة عنه. ولماذا تحتجز التوبة عن صاحب البدعة؟ لأنه يرى أن ذلك الطريق يقربه من الله تبارك وتعالى. فصاحب المعصية إذا ارتكب المعصية تجد فيه انكسارا، فإذا حدثته في تلك المعصية فربما قال لك: أسأل الله أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا، وادعو الله لنا بأن يعافينا من هذه المعاصي ومن هذه القاذورات. وصاحب البدعة يلبسها لباس الدين فيصر على المخالفة لأنه أسس لتلك البدعة بشبهة صرفته عن طريق الحق، فيقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كما قال أصحاب الحلق لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: قالوا إنما نحن نسبح ونحمد، نذكر الله تبارك وتعالى، لماذا تنكرون علينا؟ فقال: كم من مريد للخير
ليس بمدركه، إما أنكم على طريقة أهدى من التي جاء بها رسول الله أو إنكم لفي ضلال مبين. نعم. ثم قال رحمه الله: وعنه أيضا: أخوف ما أخاف على الناس اثنتان: أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، وأن يضلوا وهم لا يشعرون. قال سفيان: هو صاحب البدعة. فزين له سوء عمله فرآه حسنا، نسأل الله السلامة والعافية، وهم الأخسرون أعمالا الذين قال فيهم الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكم من صاحب بدعة يرى أن بدعته تقربه من الله وما تزيده من الله إلا بعدا، نسأل الله السلامة والعافية، حتى إذا عاين يوم القيامة وتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: يتبرأ من الذين أحدثوا في الدين، فإنه يؤتى بأقوام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي، فتقول له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول: سحقا سحقا لمن بدل وغير، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ثم قال رحمه الله: وخرج ابن وهب عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. والناس إذا رأوا النار تشتعل وتضطرم في المسجد تساعدوا وتعاونوا وكل بحسبه، فهذا يطفئ من هذا الجانب، وهذا يعين بهذا الجانب، وهذا يبلغ من هذا الجانب. لماذا؟ لعلمهم بالضرر الذي تحدثه. لكن من يعلم الضرر الذي تحدثه البدع والأهواء إلا الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، فكثير من العامة لا يرون بذلك بأسا ولا يرفعون به رأسا، وإنما عياذا بالله بل بعضهم من يعين أهل البدع والأهواء ويؤزهم في الباطل أزا ويعينهم على ما هم عليه من الباطل. فهؤلاء أئمة أهل السنة. يقول أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. وهذا من سلامة قلوبهم وسلامة صدورهم. بل منهم من كان يرى البدعة والمنكر ولا يستطيع أن يغيره، قال: فأبول دما، يتأثر لذلك، لا يجد أعوانا يعينونه على تغيير الباطل، فيصبر ويعود ذلك عليه في نفسه حتى يؤثر في ذاته ويؤثر في نفسه. فاللهم أصلح قلوبنا، صلى الله أن يصلح قلوبنا، فإن القلب كلما كان عامرا بالاعتصام بنصوص الوحي بكتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ بالاتباع، إلا وكان يعرف فيه إذا رأى البدعة وإذا رأى المنكر فإنه يتغير وجهه، بل تتغير عليه أحواله لما يراه من البدع ومن المنكرات. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن الفضيل بن عياض رحمه الله: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: اتبع طرق الهدى، طريق الهدى، الطريق المستقيم، ولا يضرك قلة السالكين، لا تزهد في قلة السالكين وإن قل سالك هذا الطريق. وهذا الطريق هو الذي ليس عليه زحام، بل السائرون فيه الواحدة والواحد، والذين وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالغرباء، وقال: هم النزاع من القبائل، فقد تكون في المجلس يجتمع فيه العشرات، فإذا ذكروا قبائلهم تجد مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أنهم هم النزاع من القبائل، قد ينتزع من كل قبيلة واحدة، وقد يكون في البلد الواحد منهم واحدة، وقد لا يكون في البلد الواحد، كما قال سفيان رحمه الله تعالى: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، ما أقل أهل السنة، كما قال ابن مبارك رحمه الله تعالى: لو علمت عن صاحب السنة بالمشرق والمغرب لأرسلت إليه أسأل عن أحواله. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن أيوب السختياني رحمه الله: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. فما يزداد من الله تبارك وتعالى إلا بعدا، وإن كان يزداد اجتهادا فاجتهاده في خلاف السنة، وخلاف السنة لا يقرب من الله تبارك وتعالى، بل يزيد صاحبه من الله عز وجل بعدا. وهنا الشيطان لا يلبس عليه في طريق
العبادة كما قال السحنون رحمه الله تعالى: بلغنا أن من ابتدع في الإسلام بدعة ألقى الشيطان عليه الخشوع وخلى بينه وبين العبادة ليصطاد به. فربما يلقى عليه الخشوع، وكما أن هناك خشوع الإيمان فهناك خشوع النفاق، وأيضا خشوع البدعة نوع من التخشع قد يكون مصطنعا فيظهره لأجل أن يختطف به الناس وأن يستدرجهم، كما كان عمر بن عبيد المعتزلي إمام المعتزلة، فقد كان زاهدا في الدنيا لا يلتفت إليها، واغتر به من اغتر، حتى كان يقول بعض الخلفاء: كلكم يريد صيدا إلا عمرو بن عبيد، إلا عمرو بن عبيد فهو لا يريد صيدا، وإنما ظهر له من حاله ومن تخشعه أنه يريد ما عند الله، وإنما يريد بذلك استدراج الناس من السنة إلى البدعة. وقد سماه الحسن البصري رحمه الله تعالى لما رفض مجلسه واصل بن عطاء، اعتزلوا مجلس الحسن البصري فقال: أنتم المعتزلة، لأنهم اعتزلوا مجلس عالم من علماء السنة ألا وهو الحسن البصري رحمه الله تعالى، فأحدثوا لهم طريقا وسميت المعتزلة على طريقهم وعلى نهجهم، وهم أول من أسس وأصل لمذهب المعتزلة عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن ابن المبارك رحمه الله قال: اعلم أي أخي أن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله وظهور البدع. جزاك الله خير. قلة وظهورا. نعم. فإلى الله نشكو وحشتنا. وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. هذا في زمانه رحمه الله تعالى، في زمان عبد الله ابن المبارك، والأئمة متوافرون في ذلك الزمن، والشوكة لأهل السنة، فكيف يكون بالأزمنة التي جاءت بعده؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ثم قال رحمه الله: وكان إبراهيم التيمي يقول: اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف في الحق ومن اتباع الهوى ومن سبل الضلالة ومن شبهات الأمور ومن الزيغ في الخصومات. ومن كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي عني به وبحفظه العلماء، وكان يعجب مالكا جدا قوله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من عمل بها مهتد ومن انتصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وبئس المصير. نعم. وقد كان الإمام مالك رحمه الله تعالى كثيرا ما يردد هذا الأثر أو هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز، فقد نقله عنه مطرف قال: سمعت مالكا يقول رحمه الله تعالى، وذكر هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وخرج ابن وهب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من رأى رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. وعن أبي العالية رحمه الله قال: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وما كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدث الحسن بذلك فقال رحمه الله: صدق ونصح. خرجه ابن وضاح وغيره. وكان مالك كثيرا ما ينشد: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. ونكتفي في هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.